أنا وسامتي ودتني في داهية، وزيزي مصطفى خربت بيتي، وأنا كنت بحب منة شلبي. أنا محمود عبد العزيز، ولدت سنة 1946 من محافظة الإسكندرية في حي الورديان. دخلت كلية الزراعة ودخلت قسم حشرات، وبعد ما اتخرجت من الكلية عملت ماجستير في النحل. وأول وقوفي عند أول باب التمثيل كانت على خشبة مسرح الجامعة، وكان المخرج محمد فاضل بيروح يخرج المسرحيات للجامعة. وفي وقت ده وإحنا كنا لسه طلبة، وكان عارف فريق الجامعة كله. وبعد ما خلصت اتجهت على القاهرة علشان أتعين كده كده في معهد البحوث الزراعي. ودخلت على المخرج محمد فاضل وقلت له أنا عايز أمثل. وقال لي أنا سامع إن أنت جايلك سفرية برا، سفرية إلى النمسا حاجة زي كده. فقلت له أيوة. قال لي سيبك من الفن واطلع على السفر بتاعك. حسيت بشوية يأس بعد الموقف ده، فرحت مجرب وسافرت، بس مرتحتش. فرح مين اللي شافني؟ صانع السينما المصرية رمسيس نجيب. أسند عليا أول بطولة ليا في فيلم حتى آخر العمر، كنت أنا ونجوى إبراهيم. فالجمهور عرفني أكتر من الأول وأتيقن بيه، واتطلبت في أفلام ومسلسلات كتيرة، واشتهرت في وسط الفنيين الكبار. وكنت بديل الفنان حسين فهمي، علشان كانوا المنتجين والمخرجين لما بيعرضوا على الفنان حسين فهمي وهو بيرفض أو بيطلب أجر مال كبير، كانوا بيجولي علشان كنت وسيم برضو وجنتل في نفس الوقت. وده كان عامل خلاف ما بيني وما بين حسين فهمي، واستندوا لي دور رأفت الهجان، المسلسل اللي كان اشتهر في الوطن العربي كله. وكنت مندمج مع الشخصية لدرجة الجمهور حس إن رأفت الهجان بجد. ولكن كان في مشكلة، علشان الدور كان معروض على الفنان عادل الإمام الأول، لكن كان عنده اعتراض على طريق عرض المسلسل، ومش عايز يبدأ المسلسل بلاي باك. المهم كان ليه وجهة نظر أخرى في بداية المسلسل. راحوا عرضوا الدور على مامل، وفرحت قوي وقبلت الدور. وبعد شوية عادل الإمام قبل الدور من غير أي اعتراض، فرجعوا الدور لعادل الإمام. وزعلت جدا لما راح الدور لعادل الإمام. سافرت السعودية وكنت صديق للعائلة الملكة وحسم حظي كان الرئيس مبارك كان رايح زيارة إلى السعودية، ولبس الزي السعودي وسلمت عليه. أنا زعلان يا رئيس. فقال لي ليه؟ فرحت قال له على الخلاف اللي عملته مع عادل الإمام. وبالنسبة للحياة الشخصية، عارفين أنا كنت وسيم جدا، ده اللي خلاني مطمع لكل البنات. بس عشت قصة حب كبيرة مع مراتي الأولى وهي جيجي الزويد. اتجوزنا سنة 1978 وخلفت ولدين هما محمد وكريم. محمد شغال منتج كبير، وكريم ممثل كوميدي مشهور. وحياتي كانت مستقرة جدا لحد ما ظهرت زيزي مصطفى، ووقعت في حبها واستسلمت لها وقررت اتجوزها. بس كان عندي شرطين. الشرط الأول إن جوازنا يبقى في السر، والتاني إن مش هخلف منها أطفال. ووافقت زيزي على الشرطين، وعشنا سوا 5 سنين في سعادة، لحد ما مراتي حست ببعض التغيير، وكمان سفرياتي. أنا ما كنتش مرتبط بتصوير. وكمان زيزي زهقت من جوازها ليا في السر، وكان بيتقدم لها عرسان كتير جدا، وهي بترفض دايما، وطلبت مني إن أعلن جوازنا، وطبعا رفضت. فقامت بينا أخناق الرب السما. فترة قررت تعرف جيجي موضوع جوازي منها عن طريق مين؟ صاحبتها بوسي شلبي، اللي خدت صورة من عقد الجواز العرفي ودتها عنوان شقتنا. وراحت جيجي طبط علينا في يوم، والدنيا اتقلبت وطلبت مننا الطلاق، وناس كتير اتدخلوا، بس جيجي كانت مصممة. بس أنا كنت حاسس إن حياتي اتدمرت خالص. ولما فقت من الصدمة ما كنتش بفكر غير مين اللي خرب بيتي. وعارف مراتي عنوان الشقة اللي أنا ساكن فيها مع زيزي. وقدرت بعد ضغط كبير أعرف إن زيزي مصطفى هي اللي دمرت حياتي وخربت بيتي، واتفصلت عنها هي كمان. وفي أول رد فعل زيزي أجرت بلطجية وحرقت عربيتي، وطبعا أنا قلبت الدنيا وما كنتش شايف قدامي. ورحت قدمت بلاغ في اسم العجوزة، واتهمتها إنها حرقت عربية المرسيدس. والمخدر تحول إلى النيابة اللي أمرت بالتحقيق معها، وطبعا أنكرت اتهامي وقالت إن أنا اللي حرقتها بنفسي
عشان أجبرها توافق تتجوزني. ولما عرفت إن في عريس تقدم لها وهي وافقت، فاتجننت واتهورت، واتهمتها بحرق عربيتي تاني. وفي آخر لحظة قبل النيابة تاخد قرار، رحت مغير أقوالي. ومش بس كده، وقلت مستغرب جدا وسألت زيزي ومصطفى وقلت لها ليه انت اللي جايبك هنا؟ وبعدين وجهت شوية أسئلة للوكيل للنيابة وقلت ممكن أعرف انتوا ليه بتستدعوا زيزي وليه بتستجوبوها وإيه علاقتها بالحدثة؟ وزيزي واقفة بتضرب كف على كف ومش فاهمة هو أنا عملت كده ليه؟ وإيه اللي خلاني أغير كلامي قدام النيابة؟ بعد كم يوم طلبت زيزي مصطفى شهادة الفنان مجدي وهبة اللي قدر يقنعنا إن إحنا نتصالح عشان الشوشرة والفضايح، وفعلا اتصالحنا. وفي الفترة دي قدرت المذيعة بوسي شلبي اللي كانت قريبة جدا مني بحكم إنها صديقة مراتي الأولى جيجي، وعملت ليا كمان غسيل دماغ لأني كنت بمر بأزمة نفسية كبيرة جدا. وبعد خصام 7 سنين اتفقنا إننا نبقى أصحاب وبس. وقالت زيزي إننا كنت بحب بنتها منى شلبي وكنت بعطف عليها، ودايما كانت بتروح لبيتي وتقضي يوم معايا كل أسبوعين. كمان أنا السبب اللي دخلتها الفن لما قدمتها لأول مرة الفيلم من أفلامي. وكمان كانت مش بتفرقني في رحلة المرضية في المستشفى العالمية بوسي شلبي. وفي سنة 2011 أنا احتفلت بفرح ابن كريم، واتجوز واحدة بنت راجل أعمال مصري معروف، وأنا عملت له فرح كبير جدا وحضروا كل فنانين الوسط الفن. وفي سنة 2016 أنا دخلت في قزمة صحية، جالي مشكلة في الكرات الدم البيضاء والحمراء وفرقت الحياة. ولما تفتكروني ادعولي بالرحمة والمغفرة.